نرجع لك تو للسياسه الحيه. انا نقول لك السياسه الحيه انا ما اشتغلتهاش فقط افكار، اشتغلت حي في الميدان. حركات التحرر في السبعينات وفي الثمانينات كله نعرفهم زعماء، قعدت معاهم جلست معاهم، وزراء سفراء وكنت رؤساء ملوك كلهم جلست معاهم. السياسه حيه هذه الناس نعرفهم. انا عندي كتاب اسمه الحمى 42 فيه 52 شخصيه، فيهم من الاكثر مكرا وحيله الى الاكثر قوه والاكثر مجدا. كل شخصيات القرن العشرين، من بوب دينار الى ديغول. لانه انا زرت قبور اللي ما عرفتهمش، زرت قبورهم. محمد علي جناح مشيت لباكستان زرت القبر نتاعو، فهمت؟ كمال اتاتورك ما عرفتوش، مش زرت القبر نتاعو والمتحف نتاعو. ديغول مشيت له قريته لدزيغليز وكتبت عليه وتخيلته كما لو انه حاضر، لانه من خلال متحفه ومن خلال كتبه ومن خلال انجازاته ومن خلال باريس الجديده وفرنسا الجديده تفهم. هذيك هي السياسه الحيه. السياسه الميته هي هذه اللي انتم توا تعانوا فيها. هذا موجود. انا كنت في الجزائر طالب، سكننا في منطقه كان فيه طلاب عرب وافارقه. عملنا فكره، عملنا فولونتاريا. وقتها الحرب الأوغندية الأنغولية ما بين التقدميين والرجعيين، ما بين جماعة الصافنبي وجماعة ونيتا، في حرب أهلية، وكانوا الناس يتطوعوا لها، وكانوا الكوبيين أساسا يقاتلوا هناك مع الونيتا. واحنا هالمجموعة كنا طلاب وطلاب في السنوات الأولى. احنا فكرنا شكلنا هذه فولونتاري، مجموعة فيها جاء 12 شاب، فينا 6 مشينا لأنغولا، تطوعنا ما حاربناش، وصلنا لأنغولا، لكن تجولنا في المعسكرات متاع الأونيتا واخذنا تجربة وشفنا الناس، شفنا الأحوال. بعدين انتقلنا إلى كوبا. بعدين كوبا الحقيقة يعني طلبنا نزور الفيتنام، كان الفيتنام متحرر حديثا، زرنا الفيتنام. أيضا أنا وشاب آخر درسنا أطفال صغار لمدة شهرين، يعني هيك فقط مشان تجربة والولع وإثراء الحياة وكذا. رجعنا لكوبا، من كوبا جينا. أنا عملت رحلات لأفريقيا كمراسل متجول، زرت أفريقيا دولة. عملت على مدى 2 سنين، كل مرة ناخذ مربع نمشي 6 7 دول، نكتب ريبورتاجات، نصور، نقابل ناس كذا، نعاود نرجع فترة. أوكي، بس هذه التجربة اللي أنت راكبتها، هذه التجارب هي تعمل لك مخزون. هالمخزون هذايا أنت يطغى عليك، تجي تكتب رواية توجده، تجي تكتب تحليل على أفريقيا توجده، تجي تتصور الخرائط الجغرافية والخرائط العسكرية تتصورها، لأنك شقيت هذه البلدان، تعرف أنهارها، تعرف حتى براكينها. هذا بركان كرتالا وين، هذا جبل كيليمانجارو وين، هذا نهر الكونغو من وين ينبع، من وين يبدأ، هذا نهر النيجر قداش طوله، هذا نهر كذا. هذا هل تشبع هذا بالأمكنة وبالتواريخ وبالشعوب وبالزيارات وبالثقافات، هو اللي يكون المثقف. المثقف العربي عموما لا يسافر. كلها صراعات شخصية، فلان ضد فلان وفلان ضد فلتانة، وماناش عاجبين بعضنا ونسبوا بعضنا ونشتموا بعضنا، نزوروا بلدان ما نشوفوش البلدان وين ماشية وين تتقدم، نرجعوا لبلداننا كي نشوفوا بلدان أخرى مغتبطين حزانة، تبدأ يعرضنا الإحباط والقرف من المطار، من الكذا. التونسي توجده في الطيارة أو في البلد الآخر متهذب طيب، يمسك الصف، ملتزم بالأخلاق العامة، ملتزم بكل شيء. هو ينزل مطار تونس ويغير اللوجيسيال، يصبح مواطن آخر، يصبح العنف والصراع والصوت العالي وكذا. أنا بصراحة أصبحت في عمر ما عاد يسمح لي حتى أنا لا بالصراخ ولا بالعياط ولا شيء. لم أعد أمتلك ناصية الحديث في بلد كل الناس يتحدثون في كل المواضيع وبكل الطرق وبكل الأساليب، ولكن العملة الرائجة هي السب والشتيمة.
يا اخي السب والشتيمه ما تعلم يا اخي. نشوفوا احنا نشوفوا الفيسبوكات الاخرى ونشوفوا البلدان الاخرى ونشوفوا الاخلاق الاخرى. انت تزمر زمور سياره في اي بلد اخر يعني انت تعاقب عليه. هون في هذا البلد انت تعرف من غير ما نضلوا نحكوا ونوصفوا كذا. بلادنا ما تشوفش سياره نظيفه في بلادنا. مليونين سياره يتجولوا في تونس العاصمه لا توجد سياره نظيفه. تعرف انت سيارتك موسخه في بلد اخر لا تسير بها ممنوع. ما نفكرش في الاشياء هذه البسيطه. كيف سنتقدم؟ نروح له في شيء نعمروا النهار كل نعمروا في الاوراق. انا كنت في بلدان ما عمرت ولا ورقه. دخلت وخرجت ومشيت وقضيت وعملت ومشيت لك هذا ومشيت لك هذا. عمري ما عمرت ورقه. تجي هناك تبدا تعمر في الاوراق من الطياره وانت تعمر في الاوراق وعندك 5 6 اميين ايضا تعمر لهم وانت تدخل المطار وتبدا تطيش في الاوراق. طيش اللي يقبض في الاوراق مش لاحق عليه. مطيشين تحت الاسانسير او تحت الدروج او يسمعوا فيا في المطار. يعني احنا وين؟ تجي تقول لي باش نعملوا تنميه، تجي تقول لي احنا باش نردوا اموالنا المنهوبه، تجي تقول لي انه احنا العالم مهتم بينا، تجي تقول لي احنا رقم مهم، تجي تقول لي شو فيش احنا رقم مهم؟ في شو نعملوا احنا للعالم؟ ماناش شايفين رواحنا؟ يا ودي لو نبدو بنقد انفسنا، النقد الذاتي هو المهم. لازم نعرف رواحنا في اي مكان لكي نتقدم للمكان الذي يليه. انا ما شفتش حاجه تفرحني. انا ما شفتش شارع نظيف، ما شفتش رصيف، عندنا وزاره ولا عندنا 80,000 يخدموا في البست. انا ما شفتش شجره تزرع، ما شفتش ورده في الشارع، ما شفتش سياره نظيفه، ما شفتش شرطي ماسك مكانه، ما شفتش اي شيء، ما شفت اي شيء. انا مواطن يعني غير صالح للعيش في هذا البلد وما تقدر تعمل شيء. وان شاء الله تجيب انبياء لهالبلد ما تقدر تعمل شيء لان بيت العنكبوت مركب تركيبه عجيبه جدا جدا. لازم علاجات يعني راديكاليه ومفصليه. دبي سياحه النخب ورجال الاعمال وكذا قسمين. علاش زعما؟ يا اخي لانه عندهم شركات طيران، عندهم نشاط، عندهم خدمات، بنية عندهم فلوس، تحتية، عندهم فنادق، عندهم جماليه، عندهم بحر، يحبوا الروس، يحبوا اليابانيين، عندهم كذا عندهم كذا. ما عندناش احنا هذا يا اخي عندنا بس ما طورناش. ما طورناش. يا اخي انت تخرج من الشط من جربه بعدين يعرضك حريق، حفير، نفايات، نخل محروق، كذا، سبان، شتمان، شوارع مسخه. هذا اللي موجود في جربه. لا نكذبوا لا نقولوا عروس جزيره الاحلام ولا جزيره الاحلام. شفت اذا كان الاحلام التونسيه هكذا كو يا احلام هي كوابيس معناتها توزع. ما احنا وزرانا كل يوم ماشيين جايين مروحين يشوفوا الزباله ويشوفوا الاوساخ ويشوفوا القطاطس المقتوله ويشوفوا المياه العفنه ويشوفوا كذا ويروحوا يقولوا تونس لاباس وهو وزير. ما هيك هو وزير. ما نحبش العوج. انا سيارة بلديه نشوفها تهز النص وتكب النص في الطريق نلحقها نتعارك انا وياهم يدخلوا معاك ويسبوك. ما ثماش حاكم في البلاد، ما ثماش مرجعيه. انا اتحداك كان تجيب واحد يصلح لك التلفزيون وبعد ما يروح يوقف التلفزيون تمشي تشكي بيه او تسترجع فلوسك او تنجم تجيبه مره ثانيه. انا اتحداك وقول لي وين المرجعيه؟ ثماش بلاد سايبه. انا مره نتاع الكليماتيزير عباهولي 4 مرات في شهر. هو يجيب دبوزه فيها 5 لتر 5 لتر غاز يعبي بها 28 واحد، كل واحد يحط له 100 جرام. هي ما هو يمشي نهار ويوقف يزيد يعاود يمشي نهار يجيك هو شو يقول لك؟ يقول لك لا عندك فويت هات نصلحوا لك الفويت المره هذه ويزيد يقبض وهو يزيد يقبض. هو باهي انت خليك من هذا يعملوا فيه باش تنجمش تحاسب. ما تنجمش تحاسبه. اذا عندكش منطقه تمشي تشكي فيها تتصرف فيها حق. ثماش محكمه تحكم في الامور هذه. ثماش واحد قاص له الدبوزه نتاعو قداش فيها غاز وقداش روح بها وقداش جابها. ما ثماش. هذه شغل الضمير، هذا الشغل المهارات والضمائر الحيه. شو دار صوتيه؟ يا حبيبي عندي 10 سنوات انا ما ثماش موضوع ما تحدثش فيه. محلي، دولي، اقليمي، فكري، سيكولوجي،
فني ما ثم في تاريخ كذا ما ثماش حاجه ما تحدثش فيها. انا برشا مفاهيم، شو انا نكتب كتاب 1000 صفحه في مفاهيم الدنيا كلها وفلسفات القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين كلها. جيت تقول لي ظاهره صوتيه، علاش كل خويا شاطيني واحد اقرا يكتب لك حتى 20 صفحه ما سياسيين بتاعك. تكلم بشويه ياكلوك، ما حدا يسمعك، ما تعيطش ما حدا يسمعك. لا جغرافيا لا جيوبوليتيك لا استراتيجيا لا ما تعرفوش. رواندا هذه يا سيدي اثيوبيا 90 مليون 90 مليون اثيوبي. انا اعرف اثيوبيا في الثمانينات تمشي في الشارع ما تفرقش بين الخضره وبين الجثث. فهمت؟ اليوم اثيوبيا برا شوف اثيوبيا بلا بحر، عندها ميناء صغير يفتح على جيبوتي، مؤجرات وتأجير، دولة داخلية بلا بحر وتقدمت. عادة الاستراتيجيين يقول لك الدول المغلقة يعني تقدمها أو تنميتها صعبة جدا. واضح. هيك أنا كي نحكي على هيك راني نمرض أنا، أقسم بالله نمرض، لأني يا راجل تمشي لبنان توجد الثوم جاي من الصين، تيجي لتونس توجد الثوم جاي من الصين. ها؟ الصين فيها 1.5 مليار مواطنين يزرعوا الثوم، ياكلوا الثوم، يصدروا للعالم الثوم. مساحات الثوم زراعه، ما قلتلكش زراعه وكذا. احنا 10 مليون او 12 مليون عاجزين في الثوم. تقول لي استهلك تونسي، ما الذي تستهلكه انت تونسيا؟ انا مره قلت لهم قبل يومين تستهلك لفت، سناريا، يمكن ملوخيه، هذا هو التونسي. تليفون من برا، كمبيوتر من برا، سيارة من برا، مواد البناء من برا، كل شيء من برا، حتى اللي يحكموا فينا من برا. قلت لك 3 سنوات هذه البلاد نغيرها. في هذا المقطع اعطيوني البلاد 3 سنوات 3 سنوات نغيروها تونس. إذا في رجال. كيفاش؟ في رجال ما عادش نقول لك كيفاش، وعندي أنا الكيفاش هو ثم، والكيفاش هو هنا. والكيفاش هو هنا، والكيفاش هو في اختياراتك وفي رؤيتك وفي ارادتك. وما ثماش كيفاش، كل شيء يتطور في هذا العالم. سعيد غدا كيف بامكانه ان يغير هذا الواقع ويتصادم مع قوى اخرى؟ كيفاش تفعل معها القوى هذه؟ عندما ينام الاغبياء تنهض الفلسفه لتتمشى في الشوارع الموحشه. كنت نحكي لجماعة موظف تونسي يجي من المرسى ولا من المنزه ولا يجي من البحيرة، يجي من القرن العشرين، إذا ما قلناش القرن 21، يمشي يؤدي في وظيفة في القرن 17، لأن نصف الحكومة هي مبنية في القصبة، والقصبة هذه من 17. مع الحكومة من القرن 17 معناه بطبيعة الحال، لأنه واحد يسكر على روحه باب الجلد وكذا ولا واحد يشوف واحد، ومرات يخدموا مع بعضهم 5 سنوات وما يعرفوش بعضهم من كثرة الجدران ومن كثرة الدروج ومن كثرة كذا والمداخل والمخارج. اليوم الإدارة الحديثة كيف بدأ يعني محاربة الفساد كيف بدأ في العالم؟ بدأ بتكسير كل الجدران والأبواب، وهو فتح المساحات الشفافة والمضيئة على الجميع، ولا وراء الزجاج تشتغل. هكا ولا هكذا بدأ الفساد، مقاومة الفساد هكذا بدأ في العالم. وأصبح نمط. السياسة هي فيكسيون، هي الخيال. ثماش خطة عسكرية مش خيال، ما ثماش تكنولوجيا مش خيال، ما ثماش فكرة هندسة معمار ولا كذا ولا كذا، ماهيش خيال في البداية، ما ثماش. الجبر خيال، الهندسة خيال، الشعر خيال، السياسة خيال، الحروب خيال. انت الحروب هي ادوات عسكرية فقط وجيوش؟ لا حبيبي، هي خطط وخيال وابداعات وفن. الاقتصاد نفس الشيء. انت كي تقول لي ايش لازم في نيسار حتى تنهض، انا عندي تصور مثلا، بس هالتصور هذا يعطوه لك ما ياخذوش برايي. يا اخي انت تقول لي السياسيين ما يقروش وهم يقروا، وانا نكتب تحسب نكتب لهم هم، انا واعرفهم ما يقروش، وحتى العناوين يغلطوا فيها. هم يكتبوا لافته انا عند ابن خلدون غالطين فيها. فهمت؟ هم يعلقوا تمثال لبورقيبه، يعني مؤخره الحصان يوروها للناس، وبورقيبه والحصان ما يوروش تحت شجره. المخيال يا حبيبي ما يهمنيش، لو مش بالضروره تعيش العصر ومش بالضروره تعيش في عصر، وانا فرحان ان نعيش في عصور كثيره. لا ما
اول مرشح رئاسي انا ما شفتش واحد اخر يقدم دي بلان جاهزين، مخططات جاهزه نشوفوها مع بعضنا حتى وهي تعهدات في التصويره. مطار ضخم ومدينه جديده، عاصمه جديده. مخطط مشروع لمطار دولي جديد في تونس. مطار قلت لك مطار ترانزيت دولي في تونس، تحب نعد لك بالساعات من افريقيا لاوروبا. هذه عاصمه اداريه على غرار العاصمه في القاهره في مصر اللي بناها السيسي، اسمها عاصمه اداريه جديده. نعم بناها السيسي. ثم برازيليا قبلها، وثم أبوجا قبلها، وثم حتى طهران وأنقرة. كل دولة كل زمن سياسي يصنع عاصمته. احنا مش باش ننقلوا العاصمة، بس احنا باش ننظفوا عاصمتنا ونعملوا منها عاصمة جديدة إدارية. ننقل المهترئات وننقل المطار لخارج وننقل محطة المترو الكبيرة من الخارج وكذا، ونربط البلاد ونعمل لها حيوية أخرى جديدة. هذا مفهوم العاصمة الذكية والجديدة. هذه المدينة الذكية، هذه المدينة الذكية. احنا تو في مدينة غبية في على أرضية المطار القديم في تونس. هذا المطار يعني مساحته مهولة. هذا تصنع منه، تعمل فيه حي إداري، وتعمل فيه حي محاكم، وتعمل فيه جامعات، وتعمل فيه أسواق، وتعمل فيه بنوك، وكله عندما ينقل المطار. والأراضي يعني تصبح عندها قيمة، وتونس تصبح عندها قيمة، وسير الحركة أو حركة السير يخف، ويبدأ فيه سيلان والسيولة في الحركة في الأعمال. في ذاك مخطط. ادخل شوفوا تشوفوا مخطط في مهندسين خدموه هذاك، وهذاك مشروع مقدم، وهذاك سينجز. عندي دراسات وعندي علاقات وعندي أموال، وسنأتي بالأموال من الشرق. من الشرق يعني أعني الصين وأعني دول بريكس. يا أخي خليني نحلم. ما أنت مش مؤمن. تفضل. أي أنا خليني نحلم. خلي الشعب التونسي يحلم معي. خلي الشعب التونسي يفهم أنه العالم راهو يتطور، وإحنا رانا راكدين نبحث على الميراث والمثلية. احنا الاغنياء اخذوا البلاد قسموها ما بيناتهم، والفقراء قالوا بروا تعاركوا على الميراث. محطة قطار في صفاقس، وهي محطة قطار ومترو مركزية تنطلق للجمهورية كلها. محطة القطار المركزية تكون في صفاقس، لأنه نصف البلد تذهب شمال جنوب غرب. هذا مشروع الميناء الافريقي الكبير في جرجيس، اللي هي جرجيس اقرب منطقة لافريقيا في البحر. هذه وراها تشاد والنيجر ومالي وصحراء الجزائر، ويوصل لنيجيريا، ويوصل لساحل العاج، ويوصل لكل غرب افريقيا. هذا الميناء يا سي صافي. راهو احنا لازم نعرفوا هذا شنو راه تصاور دي بلون نشوفوا فيهم في التلفزه. دي بلون قداش عندك تخدم فيهم؟ كيفاش حضرتهم؟ وعندي حاجات حقيقيه. كان تحب نقول لك عندي ورايا مهندسين من ماليزيا. راهو مش المهندسين قداش تتكلف على البلاد المشاريع هذه الضخمه العملاقه؟ قداش تتكلف؟ عندنا اعتماداتها، عندنا وسائل تمويلها، موجوده الفلوس. اعطيني القرار السياسي، اعطيني القرار السياسي ووقف الديون فورا، وتخلص لي شويه من معاهدات باردو الجديده، معاهدات الاليكا، معاهدات بروكسل. وقف الديون. اي سهل ايقاف الديون سيد صافي. وقف الديون يعني ايش معناه؟ وقف خلاص الديون يعني تقصد؟ يا سمير افهمني حبيبي، قل لي ماذا تعني بوقف الديون؟ سأفسر لك. هاني قتل. لا شوف، وقف الديون معناتها ما عندناش نسلفوا، مش معناتها نكرنا نجموا ما عادش نسلفوا. أيوة. لا مش نجموا فقط ما عندناش نسلفوا، نجموا ديوننا اللي عندنا نبيعوها ونربحوا زمن، وتاخذها دول اللي عندها فلوس وتدفعها وتدخل معانا مقابل استثمارات. يا ودي هذا هو العالم. راهو يكذبون عليكم هذول موظفين بروكسل، اللي يحكموا فيكم موظفين في بروكسل يحملون جنسيات أجنبية لا علاقة لهم بهذا البلد. يا ودي أنا أقول لك هذه ديون تونس تتباع للصين. الصين أكبر مخزن للدولار اليوم، تشتريها الصين وتخلص الاتحاد الأوروبي وتخلص البنوك وكذا، وتدخل معك الصين كشريك اقتصادي، تبني لك مشاريع بالكلفة الزمنية، تبني لك مطارات وطرقات وسكك حديد ومتروات وكذا ولا غير ذلك. هي وغيرها. تونس ما هيش مشكلة كبيرة. تونس بلد صغير بالنسبة لدول البريكس، بالنسبة لروسيا، بالنسبة للهند، بالنسبة للصين، بالنسبة للبرازيل. هذول ثلث العالم يا أخي. أوروبا راهي ماش ثلث العالم.
عنده تفضل. عندك اقل من 5 دقائق. تباهي عاد ها باش نختم 3 دقائق وربي وان شاء الله ما يسرقوش شيء ان شاء الله. ايوه اخوي انا عامل تخطيط اولي وهذا كله انا كاتبه باش نقدمه سواء كمشروع نقدمه لرئيس الجمهوريه او لرئيس البرلمان ونقدمه كمبادره برلمانيه. شوف انا عامل مخطط هاي الكاميرا. شوف مخطط المخطط ده اولا انا هذه الرئاسه نبدو من هنا من تحت. مؤسسات هنا هيئه مكافحه الفساد، الهيئه العليا للانتخابات، الهيئه العليا للاعلام الهيك عندها علاقه بمجلس النواب غرفه اولى. لازم استحداث مجلس شيوخ غرفه ثانيه. مجلس الشيوخ بيكون 50 45 واحد فقط. تو نقول لك شكون ينتخبوه. عندك هنا المجلس على القضاء عنده علاقه به. عندك هنا المحكمه الدستوريه. تطلع لفوق توجد رئاسه الحكومه. رئاسه الحكومه تنبثق من هذين المؤسستين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يصير مجلس النواب ماهوش هو الحاسم، مجلس الشيوخ هو الحاسم، هو المعدل للقرارات هذه. من شان كي تصير حكومه فيها احزاب ما تكونش فيها غلبه لحزب او راي متغلب على راي اخر، مجلس الشيوخ هو بيت الحكمه فيك تسميه يعني مجلس الشيوخ. تطلع لفوق توجد هنا مجلس الاقاليم الاعلى للتنميه. مجلس الاقاليم الاعلى للتنميه هو يقوم على تقسيم اداري لتونس جيوبوليتيكي جديد من 6 اقاليم مفتوحه على البحر. كل اقليم عنده مجموعه من النواب منتخبين انتخابات هناك محليه. نستنى منتخبين الانتخابات محليه هناك حسب الاقليم اللي 5 6 ولايات يجمعوهم. هذاك اقليم هذاك هو اللي يخطط للتنميه المحليه لكل اقليم مش لكل ولايه ومش لكل معتمديه. هنا المجلس الامن القومي، مجلس الامن القومي عنده علاقه بالرئاسه وهذايا عنده علاقه بالرئاسه لانه عنده علاقه بمجلس الامن الاعلى بمجلس الامن القومي. موافق. في الداخل هنا الرئيس يلتقي. الرئيس شو يلتقي؟ يلتقي مع المجلس هذا والمجلس هذا ومع رئاسه الحكومه. عنده الرئيس عنده نائب رئيس. هذا جديد معناها. جديد. هيكله جديده. ثم 3 استحداثات لكي يكون هذا الجهاز يشتغل كما محرك السياره. اذا ناقص قطعه ما يشتغلش. 3 ها هو الاستحداثات الجديده. هي مجلس الشيوخ كل ديمقراطيات واضح عندها، وهي مجلس الاقاليم نتاع التنميه، وهي نيابه الرئيس. واضح. يموت الرئيس الله لا يقدر صرحت الرئيس عجز الرئيس مشان الرئيس ما يجيش يشدوا رئيس البرلمان. واضح. لانه رئيس البرلمان ممكن يكون حزبي نتاع حزب ما صح ولا ما يكونش هو الرئيس. عنده النائب جاهز. ايوه عنده النائب جاهز والرئيس نفسه يعني يهتم في قضايا وهو يهتم في قضايا. واضح. هدايا انا تنفسر مجلس الشيوخ شو هو، تنفسر هذا المجلس هذا شنو هو، نائب الرئيس شو مهمته، الامن القومي شو مهمته، شو علاقه هذا بهذا، كيف تذهب القرارات، كيف تاخذ، هذا كله مفسر. فكرتك تسجل سأقدمه كمقترح. واضح. يعطيك الصحه. مانيش ساكت إلى أن أموت، لا على تركيا ولا على قطر ولا على فرنسا ولا على أمريكا. مانيش ساكت. إمبرياليات صاعدة وإمبرياليات بدوية يعني مستفحلة ومتدخلة في كل شؤوننا. هذا يصعب وصولك إلى السلطة. خلي يصعب لا أريد من أي واحد أن هؤلاء لا يساعدوني لأي شيء. أنا كان ينتخبوني مرة أخرى الشعب التونسي أهلا وسهلا، ما ينتخبونيش خلاص بيني وبين القبر خطوتين. فهمت؟ لا أخاف ولا أرتعد وعشت حياتي حر وسأبقى حر. فهمت؟ ومن أجل تونس الحرة، وتونس ستتحرر.